بصوا هي مش عايزه شوكه خالص. فكوكم الشوكه دي، خلينا ناخد لقمه كده. هو ده الكلام. لايك وشير كتير لو عجبكم الفيديو عشان تشجعوني، وما تنسوش بعد ما تجربوا كل وصفه تكتبوا لي رايكم في التعليقات. بصوا اول حاجه معايا حطيت هنا طماطمايه كبيره مبشوره، وربع كوبايه عصير ليمون، معلقتين زيت، ودي ميه بصل. عملتها ازاي؟ جبت بصلتين كبار بشرتهم وعصرتهم كويس كده بالمصفى لحد ما نزلوا الميه دي، يعني دي ميه بصلتين كبار متصفيه ما فيهاش بصل خالص. وعليهم معلقه كبيره توم مفروم، والتوابل معايا ملح وفلفل اسود وكمون. التتبيله اللي احنا عملناها دي بتخلي معايا طعم الكبده روعه. نتاكد بس كده انهم اختلطوا كويس. يعني انتي قولي للجزار يقطعها شرايح وسط. بصوا بالشكل ده كده، مش تخينه ولا رفيعه، شرايح وسط. بصوا بقلب الكبده كده كويس قوي في الخلطه دي، وبسيبها كده على جنب حوالي نص ساعه. ومعلومه مهمه جدا يا جماعه، الكبده ما بتتغسلش، الكبده ما بتتغسلش. كل ما اعمل معاكم وصفه كبده اقول لكم على المعلومه دي. الكبده بتتعقم بالخل والليمون اللي بيتحطوا عليها، ما بتتغسلش خالص وما بتبقاش زفره ولا اي حاجه، بالعكس لو غسلتيها بتزفر. بصوا جبت طاسه كبيره كده، حطيت فيها معلقه كبيره سمنه بلدي وحته ليا. الليا بتدي طعم فظيع مع الكبده. والخضار ده عباره عن بصلتين وثلاثه فلفل احمر واخضر واصفر، هحطهم كده مع بعض يتشوحوا شويه. اول ما الخضار ما ابتدى يدبل كده معايا بنزل عليه فصين توم شرايح. التوابل بقى معايا رشه ملح ورشه فلفل اسود، ملح وفلفل اسود ورشه بهارات ورشه ماجي باودر. وجبت كده الجريل على النار، سخنتها كويس قوي، وانزل فيها كده بشويه زيت وقطعتين ليمون، بيدي برده طعم حلو قوي. ريحه الكبده فظيعه يا جماعه، فظيعه. لازم يعملوا اوبشن في التليفون والناس اللي بره تشم الريحه. خلاص كده الكبده استوت على الوش اللي تحت، اقلبها على طول على الوش التاني، هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا. شوفوا لونها محمر ما شاء الله جميل ازاي. حضرت كده السيرفيس اللي هقدم فيه الكبده، وحطيت فيه رشه من البقدونس. كبده عظيمه يا جماعه، عظيمه بمعنى كلمه عظيمه. اهم حاجه بس تخلوا الجزار يقطعها لكم شرايح وسط، تحس ان هي كباب مش كبده. حتتين اللي اتقرمشوا معانا برضو دول اهم حاجه في الموضوع، ما ينفعش ننساهم ابدا. والخضار ده بقى، الخضار ده بقى بيخلي طعمها روعه. ممكن على شرايح لحمه ستيك كده، ممكن على شرايح فراخ. يعني الخضار ده فكره كده ممكن تاخدوها على اي حاجه، بيفرق في الطعم جدا.